الخير والسعادة والسرور على الناس المحترمة. مساء الحب والاحترام. تحياتي طبعا للناس المحترمة بكل بقاع الأرض. يا أخوتي يا أهل الجزائر، يا مرحبا بكم. يا حبيبي، أنت اللي رايح قبر الرسول ورايح هناك، أنت رايح كرة قدم لو رايح تأدي مناسك حج وعمرة ورايح يم قبر طاهر؟ أنت رايح مشجع مباراة ولا شنو؟ أدري قابل مباراة لاعبين فريق الجزائر أو فريق الكفار، يعني بس أريد أعرف. رايح هناك تهوس وشايل العلم الجزائري. طبعا كل الاحترام للناس المحترمة والشريفة والعقول الراقية اللي موجودة بالجزائر. زين، يا ترى أنت رايح عندك مباراة، رايح تشجع الجزائر ضد الكفار؟ أدري ما تعرف هذا مكان مقدس وأطهر مكان بالعالم، قبلة المسلمين، هاي أرض طاهرة، أرض محمد صلى الله عليه وسلم. ليش هيك تسوون؟ يعني هسه حلوة من حكومة السعودية حطت قرار أنه كل جزائري يدخل السعودية لازم يجيب شهادة بأن هو سالم سليم، يعني أنه عقله سليم. هاي أشياء مو حلوة بحق بلدك. أنت اللي رايح هناك رايح تهوس وشايل العلم وتهوس، طالع مظاهرات. أدري طالع مظاهرات بالسعودية على اليمن، على الكفار، على اليمن، على الكفار ماتوا من 1400 سنة. طالع مظاهرات على الحكومة السعودية. ما أعرف إيش بيكم يعني، والله للأسف الشديد أكو ناس حقيقة يخربون سمعة بلدهم، للأسف. طبعا تحياتي للمحترمين والشرفاء بكل مكان بالعالم، ولكن أنتم اللي سويتوا هاي الدقة عميتوا على ناس هواية، ناس بسيطة من الجزائر، ناس فقراء، ناس مؤدبين، ناس بعيدين عن هاي السياسة وعن الطائفية والعنصرية والنفسية المو حلوة. أنا أقول لكم، من واحد يروح مكان مقدس مثل قبر الرسول، أنت رايح القبر الرسول، رايح الأطهر بقعة بالأرض، تحترم روحك. ويا غريب كون أديب، يا غريب كون أديب. مو حلوة بحقك، ولكن للأسف ويا من تحكي ناس بدون عقل صدق والله يعني. ولكن هي المشكلة الأكبر يعني الأخضر يروح بسعر اليابس. يعني واحد مجنون يروح يهوس هناك ويطلع مظاهرات كأنما مظاهرات، لو يحسسني طالع مظاهرات ضد الكفار. ايش بيكم انتو عمي؟ ولا رايح مباراة يلعب السعودية ضد الجزائر؟ إلى متى هاي العقلية راح تبقون بيها؟ شو وقت راح تستقرون؟ انتو كم واحد تطفرون؟ خلاص بطلوا، استوحوا على نفسكم. عميتوا على الناس ببلدانكم، الناس الشريفة والمحترمة وأولاد عالم وناس أكو، ولكن للأسف ويا من تحكي. تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله في كل مرة عندنا بعض من شرذمة هذا الشعب الجزائري يخرج لنا بهذه الخرجات وهذه الشطحات. والله يعني وضعتم وجوهنا تحت أقدام المجتمعات العربية. والله هذا العمل لا يشرفنا نحن كجزائريين. أنا كجزائري هذا العمل الذي قاموا به هو عمل جهل، يعني هؤلاء الناس يجهلون أحكام الدين. من شدة فرحهم يعني بكرة القدم آه، قاموا بهذه المسيرة وهذه الانتفاضة، هي فرحا فقط. لكن نحن ننقم عليهم ونرفض هذا الشيء جملة وتفصيلا، ونعتذر من السلطات السعودية مرة أخرى. هذه نزوة عابرة يعني، ونسأل الله عز وجل من السلطات الجزائرية أو المعنية بالحج والعمرة أو الوزارة المكلفة بالعمرة والحج أن تضع حدا لهؤلاء وتضع لهم قواعد في ورقة هكذا قبل أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج، يمضي على هذه القوانين، فإذا خرق هذه القوانين يعاقب يعني وتخرج له غرامة. يعني الشعب الجزائري هؤلاء نعرفهم، يعني أعرفهم جيدا. إذا أصبته في جيبه يعني يتربى. والله غير عيب كبير، والله لا عيب، والله لا عيب. أقحمتمونا في أمور مع دول كبرى يعني نحتاجها في المستقبل وفي الحاضر يعني.
أقحمتمونا يعني في أمور ما الله بها عليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. وأظن أن هناك يعني من مدسوس بينهم، ربما يكون يعني إخواني، أو يكون يعني رافضي، أو يكون تكفيري هكذا. هم هم من فعلوا هذه الفعلة. والله الحمد لله مرت على خير. نسأل ونعتذر مرة أخرى من السلطات السعودية ومن الشعب السعودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرهتن حياتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله.